يا مساء السعادة، أنا كرولوس مكرم. في البداية أحب أعرفكم أنواع اللوحة المفضلة عندي وكل لوحة بترمز لإيه. أنا عامة شخصية تقليدية، ما بحبش أرسم على اللوحة لما بيكون ليها معنى أو قصة أو هدف اللوحة بتمثله، زي اللوحة ديت. لو جينا نبص هنا على اللوحة الكبيرة دي هنا عين بنت وورد وزرع، تحس كده إن اللوحة بتتكلم إن البنت مأخوذة من الجنة أو البنت ترمز للجنة. لما نبص بقى على اللوحة اللي جنبيها ديت، دي وردة متاخدة من زهرة الخشخاش أو متقلدة من زهرة الخشخاش. هنا دي لوحة بتاع الفنان فان جوخ، وده البغبغان الطويل أبو نص لسان. أوقات كتير بحس إن البغبغان ده بيمثلني أنا. اللوحة ديت نفس المعنى برضو بتاع اللوحة الكبيرة ديت، مع اختلاف الألوان والتفاصيل. لما نيجي بقى نركز في الجنب ده جامع الأقصى، ودي شجرة الزيتون. والمعروف عن شجرة الزيتون إن هي بترمز للسلام، وإن أنا بتمنى السلام لأهل فلسطين وللعالم كله. في الأيام الأخيرة بقيت أفضل نوع فن جديد، هو مش جديد، هو جديد عليا. أنا ما دخلتش فيه للعمق، أنا بقالي فيه في حدود 3 سنين أو 4 سنين. رسمت فيهم 5 لوح أو 6 لوح بالكتير. الفن ده اسمه فن التجريدي. لما هطلع البيت هوريكم اللوحة ديت وأقول لكم برضه كل لوحة ترمز لإيه، وكمان هنشتغل مع بعض في كام لوحة. سلام.